يلا نعمل أكلة حرشة كده كلنا بنحبها. هاتي حلة حطي فيها زيت، الزيت يسخن، انزلي بالخضار بتاعنا اللي هو طماطم، جزر، بطاطس، بصل وكام فص من الثوم. هقلب فيه كويس قوي لحد ما ريحة الثوم بتاعتي تطلع. هنزل بنص معلقة من الكمون. هقلب مع الخضار حوالي دقيقتين. هنزل بكوباية من العدس الأصفر المغسول متصفي كويس من المية. هقلبه كده لمدة دقيقتين مع الخضار بتاعي. بعد ما قلبته خلاص اتشوح، هنزل بقى بالمية المغلية بتاعتي واحط بهاراتي. حطيت ملح، كمون وشطة. حابة تضيفي أي بهارات تاني مفيش أي مشكلة خالص. هسيبهم يستووا. أعرف ازاي إن هما استووا؟ هدوس كده على الجزراية بتاعتي والبطاطساية، ألاقيهم كده خلاص اتكسروا، يبقى أنا أعرف إن هما استووا. هضربهم بقى بالهاند بلندر كده زي ما انت شايفة أو بالخلاط بتاعك، وهسيبهم يغلوا شوية. بعدين جبت طاسة حطي فيها معلقتين من الزيت، سخنيهم، حمري فيهم شوية من التوم وانزلي بيهم على العدس بتاعك. أحلى عدس هتاكليه بأمانة، حلو قوي، لازم تجربيه. قدميه بقى مع بطاطس محمرة وبتنجان وقوطة مخللة، شوية بصل أخضر، حلو قوي، بألف هنا وشفا. بحبكم كتير. باي باي.